اسمي نور. عمري 28 سنة. متزوجة من رجل اسمه ماجد، وعندي ولد اسمه يوسف. أنا من عيلة ميسورة الحال. بابا الله يرحمه كان رجل متدبر. كتب لي ولأختي دعاء شقتين باسم كل واحدة منا قبل ما يتوفى. وصانا قبل وفاته بأمانة: ما تنقلوش ملكية أي شقة لجوز واحدة فيكم، حتى لو حبهم كبير، لأن الشيطان ما بيهداش. بعد وفاة بابا انقلبت حياتي رأساً على عقب. كنت غارقة في الحزن، لكن الغريب إني ماجد اللي كان طبعه عصبي وقاسي فجأة بقى حنين ولطيف. كان بيديني الأمان، بيواسيني، وما فيش مرة زعق فيها فيا طول فترة الحداد. حسيت إنه يمكن المصيبة خلتنا نقرب من بعض. بعد شهرين تقريباً بدأت أرجع لحياتي شيئاً فشيئاً، مش عشان نسيت بابا، ولكن عشان يوسف ما يتأذيش. في يوم من الأيام جه ماجد من الشغل ولقاني عاملة أكله كله اللي بيحبه. فرح قوي وقال لي: أخيراً بدأتي تطلعي من اللي كنتي فيه. ربنا يصبرك يا نور، أنا عارف إن والدك كان غالي عليكي. شكرته على حنينه، ولأول مرة من يوم ما اتجوزنا حسيت إن أنا غالية عنده. بس فجأة غير الموضوع وقال لي: طب قوليلي، نواية تعملي إيه بالشقيتين اللي كتبهم ليكي والدك؟ قلت له: نواية أجري الاتنين، وكل شهر أجيب دهب، وبعدين نعمل مشروع ناجح يكون مستقبل لينا. هنا تغير وجهه، قال ببرود: ليه ما نسكنش في واحدة وناجر التانية؟ مصاريف البيت تقل. قلت: دي فكرة كويسة، بس شرطي إنك تديني نص الإيجار اللي احنا مدفوعينه هنا عشان أحطه في مصروف البيت، لأن مرتبك ما بيكفيش أول أسبوع. انفجر فجأة: أيوة، طلعتي على حقيقتك، عايزة تحوشي على حسابي؟ انتي في إيدك نعمة مش مقدراها. خلي فلوسك تنفعك يا ست الكل، أنا ماشي ومش راجعلك تاني. صدمتني ردته، لكنني ما ندتش عليه وما حاولتش أصلحه. قررت أمسك كرامتي. مشوق. وبعد أسبوعين من الصمت رجع ماجد البيت، لكن مش لوحده. كان معاه ست شكلها غريب، ووقفت قدامي وقال قدامها: يا نور، تقدم لك مراتي الجديدة، ارحبي بيها. في اليوم اللي رجع فيه ماجد كان قلبي بيخفق، لكن مش من الفرحة، من الغضب المكبوح. دخل عليا ومعاه ست لابسة عباية بالية وشعرها مش مكمل، ماسكة كيس بلاستيك فيه هدومها. بصلي بنظرة شماتة وقال: دي سماح، مراتي اللي تزوجتها على سنة الله ورسوله. عايزك تاخدي راحتها وتوريها البيت حتى، ولو ضايقتك أنا موجود. اتفرجت عليهم بهدوء وبعدين ابتسمت. قلت لسماح: أهلا يا حبيبتي، اتفضلي، بيتك بيتك. ماجد انصدم، ملامحه اتغيرت. كان متوقع إني أعيط أو أزعق، لكن أنا كنت بخطط لحاجة أكبر. دخل هو أوضته وسابني معاها. سماح بصت لي بنظرة حقد وقالت: أهلا يا نور، بس فاكرة إنك مش هتطلعي منها؟ لو فكرتي تضايقيني هتندمي اليوم اللي شفتيني فيه. ضحكت بهدوء وقلت لها: أنا مش ضدي، أنا ضد اللي ضحك علينا. قوليلي، هو عارفك إمتى؟ جابلك مهر ولا دبلة؟ لأن اللي في إيدك ده صيني، أنا فاهمة في الدهب كويس. انهارت سماح شوية واعترفت: والله ما جاب لي حاجة، لكن وعدني. أنا كنت عايشة تحت سلم عمارة وببيع خضار. قال لي هتزوجك وتطلعيني من الشارع. أنا مش عايزة ترجعيني هناك. اتعلقت قلبي عليها، حسيت إنها ضحية زيي بالضبط. قررت وقتها إن أنا هاخد حقي منه بطريقة مختلفة. اتصلت بأختي دعاء وحكيت لها كل اللي حصل. خدت كل دهبي وأوراقي المهمة ووديتها عندها. حتى ابني يوسف خليته عندها مؤقتاً عشان ما يشوفش المهزلة اللي هتحصل. قلت لدعاء: أنا هرفع عليه قضية طلاق للضرر، بس محتاجة وقت ومساعدتها. سماح سألتني: أنتي بتعملي إيه؟ قلت لها: عايزة أتخلص منه، بس مش قبل ما يدفع التمن. أنتي عايزة تضمني إنك ما ترجعيش للشارع؟ ساعديني وهساعدك إنك تاخدي حقوقك منه. وافقت. بدأنا نخطط، نتخانق قدامه، تطلب منه طلبات كتير، وأنا أظهر بمظهر المكسورة عشان يزداد غروراً. مشوق. وفي يوم من الأيام طلبت سماح من ماجد إنه يعملها دبلة فرح قصادي، ووافق علشان يغيظني، لكنه كان غافل تماماً إن اللي بيخطط له بيرجع عليه بالنار.
كان ماجد مقتنع تماماً إنه كسرني وإن سماح هي اللي مسيطرة على البيت. كان بيمرح قصادي كل يوم: شفت يا نور، في ستات كتير بتتمنى مكانك، انتي كنتي ناعمة وما قدرتيش. كنت أبتسم بس وقلبي مليان حقد بارد. سماح بقت تلعب دورها ببراعة، كانت تطلب منه مصاريف زيادة، هدوم، حتى ساعة غالية، وكان بيعطيها قدامي عيون علشان يثبت إنه راجل قادر، لكنه من جواه كان بيزعل لأن الفلوس كانت بتوجعه. في يوم قالت له سماح: عايزك تصفرني زي أي عروسة، حتى لو خاتم بسيط. اتحرج لكنه وافق علشان يكدني. راح جاب خاتم رخيص وقال لي: شفتي؟ أنا بعرف أفرح ستاتي. ضحكت وقلت: مبروك يا سماح، انتي تستاهلي كل خير. لكن في السر كنت خلصت تجهيز القضية، جمعت كل الأدلة، رسائل، شهود على إهماله المالي وسبه لياً، حتى تصريحاته قدام سماح عن إنه متجوزها على سنة الله ورسوله بدون مهر. رفعت القضية وطلبت من المحكمة إنفاذ إجراءات الطلاق للضرر. المهم إني ماجد ما كانش يعرف أي حاجة. كنت أروح المحكمة وسماح تغطي علي قدامه. في يوم من الأيام فوجئت سماح إنها حامل. جت لي خايفة: أنا حملت منه يا نور، لو سبتيني دلوقتي هترجع للشارع. طمنتها: لا، انتي دلوقتي عندك سلاح أقوى من أي حاجة. الطفل ده هيكفلك حقوقك، وهتضمني إنه يخاف يطلقك أو يبخل عليكي. بالفعل بعد ما عرفت إنها حامل تغيرت معاملته ليها شوية، لكنه فضل بخيل وجبار. أنا جهزت كل شيء وانتظرت اللحظة المناسبة عشان أضرب. قررت إني حسيب البيت في اللحظة اللي يبقى فيها ماجد في قمة غروره، عشان الصدمة تكون أقسى. مشوق. جه اليوم اللي أنا كنت بستناه. سماح عملت مشهد كبير قدامه، وأنا جمعت شنطي بهدوء، وقبل ما امشي قلت له جملة واحدة جمدت دمه: حتشوفني قدام المحكمة يا ماجد، وحتعرف مين اللي بترمي عليه الكلام. اللحظة اللي مشيت فيها من البيت كان ماجد بيصرخ ورايا: روحي يا نور، انتي مش هتقدري تعملي حاجة، أنا اللي هاخد يوسف منك. لكنني ما التفتش، رحت على طول عند شقتي وبدأت الإجراءات القانونية. بمساعدة أختي دعاء قدمت كل الأدلة. القاضي استمع لشهادتي واستدعى سماح كشاهدة. هنا كان المفاجأة لماجد. سماح وقفت قصاده في المحكمة وقالت بالحرف: ده ماجد جابني من الشارع ووعدني ببيت وفلوس، لكنه ما جابليش مهر ولا حاجة، وكان بيبخل علينا حتى بالأكل. أنا كنت شاهدة على إهانته لنور قدامي. ماجد كان مصدوم، عينيه اتسعت، حاول ينكر، لكن القاضي كان واضح. حكم بطلاقي للضرر وألزمه بنفقة متعة وسكن وحضانة يوسف ليا. لكن القصة ما خلصتش هنا. سماح بعد المحكمة جات تقول لي: أنا مش هسامحه، هو استغل ضعفي وهخليه يدفع الثمن. وفعلا رفعت هي كمان قضية نفقة للطفل اللي في بطنها وطالبت بمهر مؤخر. ماجد بقى مديون ومدمر. صاحبه اللي كان بيفتخر بيه قالوله: أنت اللي دمرت نفسك بنفسك. أنا عشت بعدها في شقتي مع يوسف بعيد عن التوتر. كنت بحتاج وقت أعالج جراحي النفسية، لكن الفرحة الحقيقية كانت لما عرفت إن ماجد بقى يعيش مع سماح في حالة رعب مستمرة. هي بقت المسيطرة، تطلب منه أي حاجة وهو خايف ترفع عليه قضية تانية أو تمنعه من ولده. أختي دعاء كانت بتضحك وتقول: ربنا اداله اللي يستاهله، واحدة بتعامل بمعاملة الشارع. مشوق. لكن اللي صدمهم كلهم إن سماح بعد ما ولدت بقيت أقوى منه ب100 مرة، وطلبت منه حاجة مستحيلة، حاجة هتخليه يندم اليوم اللي فكر فيه يتجوز عليها. بعد سنة كاملة من الطلاق كنت عايشة في سلام نفسي مع يوسف، بفتح مشروع صغير من إيجار الشقتين زي ما بابا كان وصاني. لكن فجأة وردتني رسالة من سماح: تعالي نشرب قهوة عندك، عندي مفاجأة. استغربت لكن وافقت. لما جت لقيتها لابسة أحسن ما يكون وشكلها بقى ست محترمة. قالت لي: نور، عارفة إنك اللي ساعدتيني وجيت أشكرك، بس كمان عايزة أقولك إن ماجد بقى عبد عندي. بعد ما ولدت أحمد قلت له: يا تبيع الشقة اللي احنا ساكنين فيها وتحط فلوسها باسم ابني، يا أرفع عليك قضية هجر وإهمال.
خاف ووافق. دلوقتي أنا اللي متحكمة في كل فلوسه وبصرف على البيت براحتي. هو عايش معايا بالخوف وما يجراش يفتح بقه. ضحكت ومن قلبي قلت أحسنتم يا سماح، ده اللي يستاهله. لكنها كملت وفي حاجة تانية، هو عايز يرجعلك. تجمدت. قالت أيوة، بيبكي كل يوم ويقول ندمان وإنه مش قادر يعيش من غيرك وإنه غلطان. بس أنا قلتله يا حبيبي، دي نور مش هترجعلك أبداً، هي اللي كسبتك في المحكمة وهي اللي خلتني أبقى قوية. بصتلي، انتي عايزة ترجعي له؟ ضحكته. سماح، أنا بطلت أحبه من يوم ما وقفت قدامي معاكي. دلوقتي هو بالنسبة لي مجرد عبرة، خليكي انتي اللي تكملي مسيرته. قامت سماح ودعتني وقالت أنا هخليه يعيش في جحيم هادئ، صدقيني، وهيعرف إنه ظلم 60 زيه زينا. بعد ما مشت حسيت براحة غريبة. مش لازم أكون أنا اللي أقعده. اللي هده كانت ست شارع علمته إن المصلحة اللي هو فهمها غلط ممكن تتحول لسيف عليه. مشوق. لكن المفاجأة الأكبر كانت بعد أسبوع لما لقيت ماجد واقف قدام باب شقتي بنفسه مرعوب بيقولي نور، أنا هموت. سماح طردتني من البيت وخلتني موقع على كل حاجة باسم ابنها، ساعديني. وقفت قدام الباب، بصيت لماجد في عينيه، كان شكله تعبان خايف ومرعوب. فتحت الباب شوية وقلت ماجد، انت جايلي ليه؟ أنا مش ملجأ ولا مستشفى مجانين. بدأ يبكي قدامي. سماح سرقت كل حاجة مني، خلتني أبيع الشقة وأحول فلوسي باسم ابنها. دلوقتي هي اللي ماسكة كل القرار. أنا نايم في أوضة إيجار حقيرة ومش لاقي أكل. بصيت له ببرود وقلت دي كانت خطتك أنت يا ماجد. أنت اللي جبت واحدة من الشارع عشان تأدبني، هي أدبتك أحسن مما كنت متخيل. أنت دلوقتي عايش اللي كنت متمنيه لغيرك. حاول يتمسك برجلي لكنني تقدمت خطوة ورا. اسمع يا ماجد، أنا مش هساعدك. أنا رفعت عليك قضية وطلقتك، وربنا انتقم لي منك من غير ما أحرك إصبع. اللي عملته فيا من بخس كرامة وضغط نفسي وإنكار حقوق، ده اللي رجعلك ب3 أضعاف. سماح علمتك إن مش كل الستات ضعاف. أنت اللي كنت بتقول الست ما تدبهاش غير ست زيها، وهي أدبتك. قفلت الباب في وشه وسمعته بصوت أرجوك يا نور، أنا هموت. ما ردتش. اتصلت على طول بسماح، حكت لها إنه جه عندي. ضحكت سماح وقالت خليه يتوه شوية، ده أقل حاجة. أنا هخليه يجري ورا ظله كمان شهرين وبعدين أرده خاضع زي الكلب، عشان يعرف إن اللي بيدور على الضعف عشان يغلبه غالباً هيلاقي اللي يكسره. أنهيت المكالمة. حسيت بشعور غريب، مش فرحة انتقام، لكن سلام إن العدل اتحقق. قعدت أحضن يوسف وأقول في سري ربنا مش بينام، الظالم بيلاقي ظالم أشر منه، واللي يلعب بالنار يتحرق. ومن يومها وأنا عايشة في هدوء. بابا كان عارف إني حبقى كويسة. الوصية اللي قالها ليا قبل ما يتوفى كانت صح، ما تثقيش فيهم قوي يا نور حتى لو حبوك. وماجد بقى قصة تضحكة في العيلة، الراجل اللي اتجوز واحدة من الشارع عشان يهين مراته، فرجعت له مراته بالشارع كله. لا تظلموا، فالظلم له عواقب لا تخطر على بال. ولو مرت بموقف مشابه تذكروا إن الصبر مش ضعف، وإن ربنا بيبتلي الناس بأفعالهم.